يا مساء الورد والفل على المستمعين الجمال. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم ايامنا الحلوه. معاكم أميرة غزال. واحمد البنداري. موضوع حلقتنا النهاردة بعنوان طلباتك إيه يا نساء، طلباتك إيه يا نساء، على القناة الخامسة. مش كتير هيعرفوا برنامج طلباتك ايه الا مواليد السبعينات واوائل الثمانينات كده. هو كان برنامج خفيف بيجي على القناه الخامسه، حاجه كده زي ما يطلبه المستمعون اللي كانت بتيجي في الراديو. كانت برامج جميلة قوي. عايزين ندردش بقى مع السادة المستمعين على السوشيال ميديا والبرامج والأفلام. هل فعلا كان في شيء هادف بيتقدم زمان ودلوقتي لأ، ولا دلوقتي برضو في حاجات هادفة؟ لا، خلينا نبدا بقى بالبلاوي بتاعت التيك توك دي، علشان بصراحه دي حاجات اتحدفت كده علينا وحابين نتكلم فيها مع الناس. شطار. تلاقي ابو جلامبو وامه جلامبو ويومياتهم وهي بتعمل ايه وما بتعملش ايه، والروتين اليومي لتنظيف السجاد وحاجات غريبه جدا. وللاسف في ناس كتير بتشوفها. هل هو ده بقى ما يطلبه المستمعون والمشاهدون ولا ايه؟ وللاسف بيتباهوا بالملايين الكتير اللي هم بيجيبوها من ورا الهيافه والاسفاف ده. يا ساتر، من كتر انتشارها كمان بقى صعب تروح للمحتوى الهادف، أو بقى مش باين وسط الإسفاف ده كله. ده انت تعرفي كمان اللي نص التيك توكر بقوا متهمين بقضية هدم قيم المجتمع والأسرة المصرية. احسن خليهم متهمين. اللي احنا عايزين بجد نعمله النهاردة ان احنا نستغل الحلقة وننشر بعض القنوات والتيك توكر واليوتيوبر اللي بيقدموا محتوى هادف وجيد، او خلي الناس تستفيد شوية. عشان كده عايزين المستمعين يتابعونا لحد اخر الحلقة، علشان هنقول لهم لستة كده فعلا بالقنوات المهمة اللي هيستمتعوا فعلا وهم بيسمعوها. يا ريت فعلا، وانا كمان. علشان كده بقى عايزين نرجع كده للافلام بقى والطلبات فعلا اللي كانت حلوة. فاكرة يعني لما كنت بتفرج من يومين كده على فيلم ضد الحكومة وقلت لك الفيلم ده فكرني بايه؟ ايه؟ فكرني بالقضية بتاعت البنات بتوع المنوفية الله يرحمهم. ان الفيلم كان بيتكلم على مافيا قضايا التعويضات، وان ده بيأكد ان العمل الهادف بيعيش طول العمر فعلا. لا، وانت بختار مين؟ احمد زكي الله يرحمه، بجد فنان عظيم فعلا. وكمان المخرج عاطف الطيب، مخرج الواقعية، قدم اعمال فنية فعلا مميزة في فترة قصيرة، زي سواق الأتوبيس والبريء في الثمانينات، الحب فوق هضبة الهرم، الهروب. أعمال جميلة قوي بصراحة، أعمال مميزة فعلا. وقبلها كمان كانت في أعمال مميزة قوي كده زي فيلم الأرض والناصر صلاح الدين، شيء من الخوف مثلا، وكلمة شرف بحبه قوي بجد. بعيط بصراحة من الظلم اللي الراجل اتعرض له ده بجد. ففعلا نجوم عظماء وأعمال كده مميزة وعايشة معانا لحد دلوقتي. ولا بقى الأفلام الرومانسية زمان، اشجيني دنيا تانية زي أغلى من حياتي، شادية وصلاح ذو الفقار، حبيبي دائما، ده معروف بقى ترند ده خلاص، ده كل عيد حب بيجيبوه. والله. انت بقى احمد شفت عمل رومانسي اخر 20 سنة حاسس انه مميز؟ بصي، هو مش 20 سنة بس انا فاكر ان انا شفت فيلم لأحمد حاتم وهنا الزاهد كان اسمه قصة حب، كان حلو قوي. بس بينه بقى وبين الفيلم اللي قبله اللي انا فاكره اكتر من 20 سنة. حلو، مش وحش، بس هو موجود. شفته حلو. بصي، ممكن تكون افلام يعني جيدة بس مش قوية قوي برضه. فخلينا نروح للمسلسلات اللي هي فعلا تستحق ان احنا نقول عليها اعمال كويس. المنصات بقت فيها مسلسلات حلوة قوي وبتناقش قضايا مهمة قوي، يعني مثلا زي مسلسل لام شمسية ده رائع. ومسلسل كتالوج وحالة خاصة. معاك حق فعلا، هو في اعمال كويسه السنوات الاخيره. برضو شفت مسلسل عجبني في رمضان اسمه خارج السيطره، كان بيتكلم عن المراهنات، ودي قضيه موجوده بس ما حدش ناقشها. وناس كتير عايشه في الكلام ده، وشباب كتير، وللاسف ما كانش في حد يعرف العالم ده. بس برضو مش حاسه انها بقوه مسلسلات زمان، يعني الشهد والدموع، ابو العلا البشري، ليالي الحلميه، المال والبنون. عم ده انا سامعه التترات في وداني دلوقتي. والله فعلا، والله مسلسلات اتربينا ونشأنا عليها. انا بحس ان زمان كان في صدق وبراعه في التمثيل رغم ان الامكانيات كانت قليله جدا. بس الناس دلوقتي بتحاول حتى لو من خلال المنصات يعني. بس تعالي بقى نروح للاغاني بقى. يعني عاجبك المهرجانات اللي بتحاصرنا دي؟ انا بص لما اجي ابص كده مثلا احمد عدوية الله يرحمه، يعني لما غنى اغنيه شطره وشطوره حلوه واموره، شوفي هو الكلام شعبي، واخده بالك؟ وهو انا معاكي، هو غير هادف ولكنه غير جارح بالظبط.
اهو اللي غناه عدوية زمان ده كان مرفوض، بس سبحان الله ولقى هجوم فظيع. قارنوا بقى دلوقتي بالكلمات اللي بتتقال، مفيش مقارنة اصلا، حاجة صعبة جدا يعني. بص انا معاك ان كل جيل ليه ذوقه، يعني زمان فاكره مثلا الهيبيز والشارلستون والحاجات الغريبه والتقاليع دي وموضه الشعر والكلام ده، هتلاقي التقاليع موجوده اوكي، بس اللي انا خايف منه بقى ان يبقى زمن الفن الجميل بقى اللي هو بقى ايه، حمو بيكا واخوانه للناس اللي هم لسه الاجيال القادمه بقى. يا الله ربنا يستر بجد. بخايف من الاسفاف ده. تحس ان الاسفاف ده بقى هو اللي طاغي دلوقتي عكس زمان، يعني زمان كان في اسفاف بس كانت نسبه قليله تمام، لكن الاعمال والاعمال الجيده كانت مسيطره، لكن دلوقتي حاصل العكس. فعشان كده احنا نرجع بقى للمستمعين ونقول لهم الوعد اللي احنا وعدناه لهم في اول الحلقه، اللي هو الليسته بقى بتاعت القنوات اللي هي فعلا هينبسطوا لما يتابعوها ويحسوا ان في محتوى مميز كده. عندك مثلا برنامج الدحيح ده، بجد هو شخصيه ظريفه جدا في عرض اي معلومه، وفي نفس الوقت ليه جمهور كتير، وده يعني بيعجبني بصراحه. بطريقته سلسه وسريعه، واللي لاحظته مواضيع مختلفه قوي. شباب الحمد لله يا رب، الحمد لله الشباب متابعينه يعني. وانت ما عندكيش اي مثلا برضو فكره كده القناه نقولها للناس؟ والله في قناه اجنده حلوه قوي الاستاذه انجي، بتتكلم في موضوعات فعلا بتمر علينا في حياتنا، زي مثلا ازاي نقاوم الكسل، ازاي نحقق انجازات. عشان كده برضو الناس المهتمين بالقنوات الدينيه برضو باسلوب طريف، في قناه اسمها قناه ديني واللي بيقدمها يوسف القط، بصراحه قناه لطيفه قوي. وكمان عندك الفلسطينيه ايه العباسي، كانت الاول مركزه في تعليم اللغه الهنديه، بس بعد كده راحت لتجارب حياتيه بطريقه سلسه وبسيطه. لا وفي قناه كمان حلوه قوي اسمها نصائح الامهات، بتقدمها زيزي سيف النصر. هو كده مش متابعاها بقى، خلصت خلاص. عندك كمان قناه خد فكره، قناه حلوه قوي للشباب، مش بتتكلم بس في موضوعات دينيه، لا في كمان موضوعات حياتيه كتير قوي. هنسيب لكم ان شاء الله روابط القنوات ديت في اخر الحلقه. عشان كده عزيزي المستمع، احنا بقى عايزين نعرف منكم ايه القنوات اللي بتتابعوها وهادفه على السوشيال ميديا، يا ريت تكتبوها لنا في الكومنتات، وكمان تقولوا لنا الدراما زمان ولا دلوقتي، وايه هي الاعمال اللي مؤثره فيك جدا ولسه فاكرها لحد دلوقتي. مستنيين كل ده في الكومنتات بتاعتكم ان شاء الله. يا رب يا رب نشوفكم على كل خير في حلقه جديده وموضوع جديد من برنامجكم ايامنا الحلوه، واوعوا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل جديد. كان معكم أميرة واحمد.